هناك نصيحة أوجهها لأنصار الفرق عامة. هذه كرة القدم للأسف ولات كرة الندم، ماشي كرة القدم. أنا نقول لهاد الأنصار هادوما، راني نتكلم عامة، بالك حنا ساكنين في العاصمة عندنا فرق كثيرة، بصح هذا الكلام موجه للجميع، وخاصة حنا واش نشوفوا هنا، خاصة حنايا بالك حنا في العاصمة تجد أبناء الأحياء، حي عنده فريق كما يقولوا حي فريق عارع. دوك تكلم باش نسمي، دوك تكلم على الاتحاد ولا المولودية ولا على الشباب ولا القبة ولا على الحراش ولا الملاحة، الناس هذه أحياء في العاصمة تسمى خاوة. ومن بعد تصيب واحد الكلام عباك هذه جاهلية، معليش انت شفت خلاص، شفت بصح لماذا ديك العداوة والسب والشتم والضرب؟ يا أخي كونك عاقل، والله حضارة، شوف كاين دين وكاين حضارة. النبي عليه الصلاة والسلام هذه العداوة واش قال دعوها فإنها منتنة. خمم شوية يا أخي الكريم، هذاك لو يلعب ويدي الملايير انت بالك 10,000 ما عندكش يجيبك، راك تقاتل عليه ومن بعد تجي تقول لي أنا خاطر نحب لي الفارق يا ودي. شفت بصح كونك عاقل، خلاص نرفعوا المستوى. مازال انا نكتب في المواقع وانتم فيكم والاخرى انتم فيكم، اين الدين؟ لا دين لا رجوله هنا. شفت وخلاص، روح للدار، عيش حياتك، طور نفسك، تمسك بدينك، ارسم طريق في حياتك، تقعد تتبع في هذه الامور. هو هذاك اللاعب ورسم حياته وانت اقعد اعطيني ديس نشوفوا على يا اخي الكريم. فهذه نصيحه الى انصار هذه الفرق، شفت بصح كونك متحضر. الدين اول حاجه تحضرك هي الدين، ثم الرجوله، نشوفوا نروح للدار. هذه نصيحه الى كل انصار الفرق. ونقول النبي عليه الصلاه والسلام هذه العداوه لما كان يقول دعوها فانها منتنه، ما تربحش انت بها لا في الدنيا لا في الاخره. كيش واحد يربح نهار كامل ويسب في الناس، ما تربحش. فاتقوا الله عز وجل.